مرحبا بكم. للأسف المنتخب المغربي خسر اليوم المقابلة التي جمعت بينه وبين المنتخب الفرنسي ب2-0. لاعبي المنتخب المغربي خسروا مباراة القدم، ولكن ربحوا قلوب العرب والمغاربة والقارة الإفريقية بأكملها كأول بلد عربي إفريقي يصل في تاريخ كرة القدم إلى نصف النهائي. وأيضا شكرا جزيلا للاعبي المنتخب المغربي، رغم أن بعضهم يعانون من إصابات قرروا اللعب رغم الإصابات التي يعانون منها. وأيضا شكر خاص للمدرب المنتخب المغربي الذي استلم تدريب المنتخب المغربي 4 أشهر قبل بدء كأس العالم. المستوى الذي ظهروا به وقدموه مستوى عالي جدا. الدول الأوروبية لم تتوقع أن المنتخب المغربي سيصل إلى هذا المستوى الذي وصل إليه. شكرا جزيلا. إن شاء الله مستقبلا أن نصل أيضا إلى النهائي، ولما لا أن نفوز أيضا بكأس العالم ما دام وصلنا هذه المرة إلى النصف النهائي. بطبيعة الحال أن عدد كبير من الأشخاص حزنوا لخسارة المنتخب المغربي، ولكن هذه هي كرة القدم، لابد أن يكون هناك خاسر ورابح. وإن شاء الله أن تكون خير مستقبلا للاعبي المنتخب المغربي، وأيضا الشباب الذين يمارسون لعبة كرة القدم ستكون لهم تحفيز أكثر بما أنهم وصلوا إلى هذا المستوى. هذا يشجع أيضا لاعبي المنتخبات الأخرى العربية أن يصلوا إلى المستويات بعيدة جدا إذا كانت هناك العزيمة والإرادة. أتمنى لكم ليلة سعيدة إن شاء الله. غدا فيديو آخر وأخبار جديدة، والسلام عليكم.